بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد. انتوا وحشيني قوي على فكره. بتسألوا عليا ولا محدش بيسأل عليا ولا ايه؟ بتشوفوا فيديوهاتي ولا برضو مطنشين؟ لا بقى شوفوا فيديوهاتي، انا زعلانه منكم والله، بجد مخصماكم خالص. شوفوا فيديوهاتي القديمه والجديده، واشتركوا معايا في القناه، واعملوا لي لايك وشير، احسن كل فتره هطلع بفيديو واحد، مش هعمل فيديوهات كتير وهتتحرموا مني بجد، يعني انتوا حرين بقى. النهارده الفيديو عن الفنان الكبير العظيم اللي مفيش زيه اتنين، احمد سعد. احمد سعد انا عملت له في كذا فيديو قبل كده، الفيديو بتاع الجيبه وهما بيروحوا السعوديه يعني وشويه التصريحات الجميله بتاعته هو واخوه وغيره وغيره وغيره، وموقف اخوه من حفله ترافيس سكوت، فاكرينه يا جماعه الماسوني ومش عارفه ايه، وانه قال لا ده احنا المصريين كده مش عارفه، وقعد يصوصو لنا كده وينونو لنا، والحمد لله ربنا نصرنا عليه والحفله اتلغت. ها، الحفله اتلغت يا استاذ عمرو، استاذ عمرو يا سعد. ها، بس انا اتكلم بقى النهارده على احمد سعد. ايه يا احمد يا سعد؟ ايه يا احمد يا سعد؟ ده انت كرهتنا في اسم احمد خالص. كنت زمان حتى بحب اغنيه والله بحبك موت يا حماده، دلوقتي الموت. ايه في ايه يا احمد يا سعد؟ وتقول لنا ايه؟ اختياراتي مدمره حياتي، حياتي اختياراتي. لا والله اختياراتك مدمره حياه النسوان اللي اتجوزتها، 4 ستات مدوبهم في عرق العافيه. يا شيخ ايه ده اللي افترى ده؟ مراتك الاولانيه جبت منها عيلين ورميتها، مراتك التانية الفنانة الأمورة الجميلة ريم البارودي العسولة اللي الناس كلها بتحبها، واتجوزتها عرفي وعملتها وضايقتها، والولية طلعت بتصريح قالت ده أنا استحملت اللي ما يستحملوش حد، والحمد لله ومش ندمانة إن أنا سبته. ايه يا حبيبي؟ والتالتة سمية الخشاب، بقى في حد يا راجل يبقى جوز الملبل المقشر سمية الخشاب ويروح يفتح لها بطنها يضربها لغاية ما تفقد الطحال بتاعها؟ ده انت مفتري قوي والله، انت غلطانة يا سمية، ما عملتلوش قضية وكان اتعمل له عاهة مستديمة وكان زمانه في السجن وريحنا منه. مالك يا اخويا يعني؟ الست ما رضيتش تعمل حاجه عشان ما تشمتش ريم البارودي فيها، كانت النتيجه قعدت تستحملك وقالت انا استحملت حاجات ما فيش ست تستحملها، وعنده ظروف ومش هقولها. كلهم ستات محترمه، ما بيتكلموش ما بيفتنوش ما بيقولوش ايه الظروف اللي عند حضرتك بالظبط، وكنت على قدك يا دوبك بتطلع تعمل لنا شوية الحزق اللي بتحزقهن مع شوية أغاني ملهاش أي 60 لازمة في المسلسلات، وبنقول يلا زي بعض نعديه، لغاية بقى ما في الفترة الأخيرة اتجوزت علياء بسيوني، الست نقلتك من حال لحال تاني، بس بقيت حال مشخلع بقى، تطلع لنا في الساحل وتغني لنا وتطلع لنا في الافلام وتروح السعوديه وتلبس لنا جيب وتعمل لنا بسم الله ما شاء الله، اتنقلت النقله اللي هي الايه، النقله السوداء بقى. وطول الوقت في الساحل وحاجات الساحل. برضو اتجوزتها سنتين، كانت ثمرتكم بنتين، والبنت التانية ما كملتش شهر الست تصحى من النوم الصبح تلاقيك مطلقها. ايه يا عم الامور؟ ايه يا عم الامور؟ ايه يا عم اللي ما كملتش 40 سنة ومدوبهم 4 ستات؟ اما تكمل 50 سنة هتكملهم 5 ستات ولا ايه يعني؟ وبعدين ايه يعني؟ ده انت ما حصلتش اي حد من اللي بيتجوز 4 ستات، ده انت ما شاء الله يعني. ايه في ايه؟ مالك عامل كده ليه؟ وبقت اغانيك وسع وسع، فين ايه يا عم؟ ايه وسع بقى؟ انت هتطلع لنا البشله من بقك ولا ايه؟ مالك يا حلو؟ مالك يا امور؟ فيك ايه؟ الست بعتالك رساله في منتهى الشياكه، انا بشكرك على انك تعمل معايا كده وانا في الظروف دي. ده الست اسمها نفسه، يعني ما يصحش انك تطلقها حتى دينيا، رايح بس تمسك بنتك
وتطلع لقطة انك انت بت... بتعمل الشهادة في ودانها. يا سلام، تعرف ايه عن بناتك؟ الست قعدت 3 ايام ببنتها تعبانة وانت ما تعرفش عنهم حاجة، تقعد تخلف عيال في لحمة حمرا وترميهم. ايه يا عم، مالكش في الجواز؟ ما بتحبش الستات؟ ما بتحبش الجواز؟ ما بلاش تتجوز. انت دلوقتي بقت فضايحك في الحياة اكتر بكتير من اغانيك. الواحد بقى كل يوم يصحى الصبح، يا ترى النهارده احمد سعد هيعمل لنا ايه؟ ايه المفاجأة؟ ايه السربرايز؟ لكن طبعا طول ما في ناس بتخليك تروح تغني عندهم، تغني في الساحل وتغني في تونس وتغني في السعودية وتعمل في مش عارفة، حتى تونس رحت قعدت اتنرفزت عليهم وعملت وسويت ورجعت لنا بخناقة. مالك يا عم؟ مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ ايه في ايه؟ عفريت احمر في اسود راكبك ولا فيك ايه بالظبط؟ ما تهدي اللعب علينا شويه يا احمد. المغني، الممثل، الفنان عموما سمعة برضو، مش لازم تبقى يعني ترند في الحاجات وبعدين بتطلع مع كل واحدة هي تشتمك في برنامج وانت تشتمها في البرنامج التاني، هي تقول تعمل وانت تعمل. ايه يا عم الحلو انت؟ ايه؟ مالكش حد كبير كده يفهمك؟ ما انت الكبير بتاعك مين؟ ما الكبير بتاعك عمرو اللي طلع لنا قبل كده ببلوزة شيفون ولابس لنا عقد انا مش عارفة انتوا جرالكوا انتوا الاتنين، في حد من الاسياد راكبكوا ولا ايه بالظبط؟ مالك يا عم؟ مالك يا اخويا؟ هي من ساعة اختياراتي تسببت في حياتي. لا والنبي انت اختياراتك كانت الله في عون الأربعة اللي كانوا معاك، وكل واحدة بتتطلق بتشكر ربنا وبتصلي صلاة شكر. في ايه يا أحمد يا سعد؟ في ايه ده؟ الواحدة لما بتتجوز واحد يعني اهي بتزق العيشة معاه وبيزق العيشة معاها، ولو سابوا بعض ما بيقطعوش في في شوادف بعض زيك كده. فيك ايه يا احمد؟ فيك ايه يا حمادة؟ فيك ايه يا حبيبي؟ قبل ما حد بقى يتجوز حمادة يطمن لحسن انا مش عارفة دي شوطة ولا مثلا ده مرض ولا حاجة ولا ايه؟ ايه يعني؟ ايه؟ ايه؟ ما انت لازم تفهمنا ايه الاسياد بيطلبوا منك انك كده، ولا انت بتضايق من الناس، ولا فيك ايه بالظبط؟ ولا بتتجوز الست عشان تعذبها لغاية ما تطلقها؟ والحمد لله ان علياء خرجت بكامل اعضائها الجسمانية، وريم الباروجي اتضربت منك وبرضه. ليه يا عم السادية دي؟ ليه؟ ليه العنف الاسري الجسدي ده؟ هو ده الفيديو بتاعي النهارده. يلا ورزقي ورزقكم على الله يا جماعه، ده حاجه والله العظيم حاجه تقرف. تقرف. انا بقالي يومين شايفه الحاجات اللي بتحصل دي ومش عارفه والله العظيم اكتب ولا ما اكتبش، افتح الباب ولا اقفل الباب، اقول ولا ما اقولش، اديله اهميه واتكلم واعمل له فيديو بحلو ولا ما اعملش؟ يرضيكوا كده يا جماعه؟ يعني كل واحده بقى تتجوزه تامن على طحالها وكليتها وبنكرياستها وكل حاجتها؟ لا مش كده يعني. يلا، ده كان فيديو بتاعي النهارده، واشكركم على حسن استماعكم. لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو هنعمل ايه حلوين؟ حط لايك كتير قوي قوي والنبي، علشان اليوتيوب ايه يرشحني ويدخلني بقى، زقني كده، واشتراك في القناه لو سمحتوا، تعليق. يلا، سلام عليكم.